انا معاك ان الاهلي بيكسب بالعافيه، ومعاك ان المكسب بيجي بطلوع الروح، ومعاك ان تقريبا كل الفرق دلوقتي بسهوله بتسجل على الاهلي بجون وجونين كمان، ومعاك ان مش ده المستوى اللي انت كنت متوقعه من صفقات جت في الصيف وجت في يناير اللي فات. انت قلت الاهلي كل ماتش هينزل يكسب 3 و4 بكل سهوله، ده لو ما كسبش كمان اكتر من كده. ومعاك ان انت كنت متوقع ترتيب الاهلي في الجدول الدوري المصري بعد مرور 8 جولات يبقى المركز الاول برصيد 24 نقطه، او لو الاهلي في ماتش ما لعبوش عشان كان اوف ويبقى 21 نقطه مرتاح وبكل سهوله. بس هي اللعيبه في الدوري المصري كلها بقت شبه بعض. اي فريق في الدوري المصري بقى بيعرف يقفل، يعرف يخطف تعادل او فوز من الاهلي او من الزمالك او من بيراميدز. انت عشمت نفسك ورفعت سقف توقعاتك عالي قوي، فعشان كده انت زعلان من نتائج الفريق. بس انت لو جيت بصيت هتلاقي ان برغم كل الانتقادات اللي تعرض ليها لعيبه الاهلي، برغم من كل الانتقادات اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي سواء في النتائج او في الترتيب وفي الدوري او كل ده، بس الاهلي لو كسب الزمالك الماتش الجاي، لو كسب الماتش اللي لو كسب الماتش اللي هو هيبقى ناقصه، لان طبعا الزمالك لعب اكتر من الاهلي بماتش عشان الاهلي كان اوف في الجوله الرابعه. فالاهلي لو كسب، لما الزمالك هيبقى الاهلي والزمالك لاعبين قد بعض، لو الزمالك خسر الاهلي هو اللي هيبقى متصدر ترتيب الدوري. فبالرغم من كل الضلمه اللي انت شايفها، بس خليك عارف دايما ان في شيء ايجابي، وهو ان المكسب بيجيب مكسب، بعد كده بيجي الاداء. اهلا بيكم، انا خالد، وحلقه جديده من حلقات تحليل مباريات الدوري المصري. وحلقتنا النهارده هي مباراه الاهلي وحرس الحدود. وقبل ما نتكلم عن مباراه الاهلي وحرس الحدود واللي حصل فيها، نحب ان احنا نتمنى الشفاء العاجل للكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي حرس الحدود، اللي طبعا بيمر يعني بوعكه صحيه كده جات له، ده اللي خلاه ما يبقاش موجود امبارح بيقود الفريق في المباراه، وكان موجود مكانه المدير الفني الكابتن احمد زهران. الكابتن عماد النحاس بيبدا المباراه بتشكيل مكون من حارس مرمى مصطفى شوبير، باك يمين محمد هاني، باك شمال مصطفى العيش، قلبين دفاع هم ياسر ابراهيم وجنبه ياسين مرعي، مركز 6 اليو ديانج او مروان عطيه وجنبه اليو ديانج، ومعاهم تريزيجيه كان واخد كل الحريه امبارح في الماتش ان هو اللي بيلعب في النص، على الشمال حسين الشحات، على اليمين طاهر، تحت مهاجم جرادي شهور. الماتش بيبدا سريع من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي كالعاده نازله هي اللي ضغطه ونازله هي اللي ماسكه الكوره، وفي الدقيقه الثالثه بيرفع مروان عطيه كوره بيريحها بكل معلمه وبكل اريحيه طاهر محمد طاهر لجراديشار، اللي على الطاير على طول بياخد القرار وبيشوط عشان يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. الناس كلها قالت لعيبه الاهلي نازله فايقه، لعيبه الاهلي بعد ماتش سيراميكا خلاص جه وقت العوده، جه وقت ان الاهلي يركب الدوري كله زي ما جمهور الاهلي دايما متعود، ولكن يحصل عكس اللي كل الناس توقعته او كل الناس حسته، خصوصا ان الاهلي بيسجل جول في الدقيقه الثالثه. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عكس المتوقع. لعيبه حرس الحدود واقفه على رجلها، لعيبه حرس الحدود ما تهتوش بالجول، لعيبه حرس الحدود الجول ما خلاهمش يكشوا او يخافوا او يرجعوا لورا، لا بالعكس، لعيبه حرس الحدود هجمت، لعيبه حرس الحدود وقفت على رجلها لحد ما جت الدقيقه الثامنه. قدر محمد النجيلي، واحد كان اكتر لعيب عجبني في لعيبه حرس الحدود امبارح هو محمد النجيلي ده، اللي بيقدر ان هو يضغط على محمد هاني عشان يغلط محمد هاني ويقطع منه الكوره، بيبصيها لمعاذ الحناوي اللي بيرفع واحده على الارض، يدخل محمد حمدي زكي لاعب الاهلي السابق يسجل هدف التعادل لفريق حرس الحدود. في وقت اللي هو في الدقيقه 8 دي انت خلاص كله اتفاجئ، اللي هو ايه ده؟ الاهلي بيجيب جول في الدقيقه الثالثه بس بيترد عليه على طول كده في الدقيقه الثامنه. فاللي هو كله اتفاجئ، لا هو مش ده الاهلي، وكلنا عارفين ان مش ده الاهلي، والاهلي بقى له ماتشين بيكسب بس الفوز مقلق، ولكن الفوز بيجيب فوز. بنلعب بعد كده لحد الدقيقه 15، يعني بعد الهدف التعادل اللي هو الحرس تعادل، فالمفروض نشوف رده فعل من لعيبه الاهلي، لا انت لحد الدقيقه 15 يعني 7 دقائق من بعد التعادل لعيبه الحرس هي اللي ماسكه الكوره، هي اللي ممشيه الماتش زي ما هي عايزه، هي اللي واقفه في الملعب صح، هي اللي واقفه على رجلها في الملعب، ولاعيبه الاهلي لا حياه لمن تنادي. هجوميا في الاهلي كان تريزيجيه تايه خالص امبارح، واكتر حد كان عاجبني في هجوم الاهلي امبارح هو حسين الشحات، اللي كان موجود في كل حته في الملعب من الناحيه الهجوميه في فرقه الاهلي، سواء على اليمين على الشمال في العمق او حتى في منطقه الجزاء. حسين الشحات بقى له ماتشين، سواء ما نزل بديل في ماتش سيراميكا او لما بدا امبارح في ماتش حرس الحدود، اداء مختلف خالص عن الصوره اللي كان واخدها جمهور الاهلي. ويمكن كمان حسين الشحات بيقدم اداء يعني افضل من بن شرقي اللي بيلعب اساسي من اول الموسم. من بعد الدقيقه 15 بترجع لعيبه الاهلي تدخل تاني في احداث المباراه، وهجوميا بقياده حسين الشحات. واللي عجبني برده امبارح مروان عطيه. مروان عطيه بصراحه حاسس ان هو بقى له كام ماتش
بيتطور اداؤه الهجومي. يعني احنا انتقدنا مروان عطيه ان هو لسه بيلعب بالصوره القديمه بتاعت مركز 6 اللي واقف مسمار في خط النص عشان بس يقطع الكره او يمسك لعيب من الفريق الخصم يكون خطير يمسكه مان تو مان. لا، مروان عطيه بقاله كام ماتش يعني بيتطور تدريجيا كده في الناحيه الهجوميه. شفنا امبارح وهو بيلعب سروهات حتى لو مش كلها بتيجي مظبوطه بس واحده واحده هتيجي. شفنا هو بيشوط بدل الكره 3 امبارح يمكن واحده فيهم تيجي جول، وفعلا كان في واحده خطيره قدر الزنفولي ان هو يتصدى ليها. وفي الماتش اللي فات مباراه سيراميكا برده شاط واحده قدر محمد بسام يتالق فيها. فبدا يتطور واحده واحده مروان عطيه. فمروان عطيه كان بيقود هجوم الاهلي امبارح بلمساته وبتمريراته، وطبعا كان نجم هجوم الاهلي امبارح كان هو حسين الشحات. على الناحيه الثانيه فلعيبه الحرس هي كمان ما كانتش خايفه خالص من الاهلي. لعيبه الحرس هدف التعادل اللي جابوه في الدقيقه الثامنه زود ثقتهم في نفسهم، اللي هم لا حسوا لا ما احنا عرفنا نتعادل. هم ان جه فينا جول في الدقيقه الثالثه، لا احنا عرفنا نتعادل فليه لا ما نطمعش في الماتش. كانوا واقفين على رجلهم، كان في انتشار جيد جدا في الملعب. اللعيبه كانت كل واحد واقف في المربع بتاعه صح، كل واحد كان خانق اللعيب الاهلي اللي هو ماسكه. فكان في الماتش كان رايح جاي، الكره كانت سجال ما بين الفريقين، بس طبعا كانت الخطوره غايبه خالص عن اول 25 دقيقه في احداث المباراه. وانا مش عارف ليه بحس لعيبه الاهلي لما بتلعب في الشمس بتلعب وهي قرفانه او بتلعب وهي مثلا متعوده على الاجواء الاوروبيه. لا، هو انتوا كلكم مصريين والافريقي فيكم جاي من افريقيا، يعني من افريقيا اللي هي اساس الحر. فليه لما بتلعبوا في الشمس بحس ان انتوا قرفانين او ان انتوا متعاليين قوي على الكوره بالشكل ده؟ دي حاجه شفتها في ماتش حرس الحدود، شفناها في ماتش غزل المحله، وشفناها في كاس العالم للانديه. في الدقيقه 30 بيجي للاهلي فاول بيدخل يلعبه تريزيجيه اللي كان غايب خالص امبارح، ما كانش ليه اي وجود امبارح محمود حسن تريزيجيه غير بس في ضربه الجزاء اللي سجلها او الشوطه اللي شاطها في الهدف الثالث وجت في العارضه. بيلعبها وحشه جدا بتخبط في الحيطه والدفاع بعد كده بيشتتها. في الدقيقه 34 محمد هاني يرفع واحده، محمد طاهر يستلمها على صدره ويلعبها باكورد، كان هيبقى جول من احلى اهداف الموسم ده، ولكن بتيجي فوق العارضه بحاجات بسيطه. عايز اقول لك ان طاهر في ماتش سيراميكا ما كانش ليه وجود خالص، وانتقدنا اداؤه في ماتش سيراميكا امبارح ما كانش ليه وجود غير في كورتين بس، سواء الكره اللي بحكي لك عليها الاستلام على صدره ولعبها على الطاهر، او كره الهدف بتاع جراديشار في الدقيقه الثالثه وهو بيريح حاله بدماغه عشان جراديشار يسجل اول اهداف الاهلي. الكابتن عماد النحاس وتغيير كل ماتش التغيير اللي بيعمله في الملعب ان هو يجيب الوينج اليمين شمال والوينج الشمال يمين. فامبارح جاب في اخر الاحداث الشوط الاول جاب الشحات يمين وجاب طاهر شمال. والمشكله ان يا كابتن عماد انت كل مره الخطه دي ما بتفشل كل مره، وجربتها مع كل الوينجات تقريبا، جربتها بزيزو وتريزيجيه، جربتها بزيزو وبن شرقي، جربتها بتريزيجيه وبن شرقي، جربتها بطاهر والشحات، جربتها بطاهر وبن شرقي، جربتها تقريبا بكل الوينجات اللي عندك وعلى طول ما بتنجحش. وانت مصمم ان كل مره هتحقق لك النتيجه اللي انت مستنيها، بس هي كل مره بتفشل. لان المشكله مش في ان ده يمين وده شمال، بالعكس انت ملاعب كل اللعيب على عدلته، لان طاهر عدلته يمين والشحات عدلته شمال. هي المشكله كلها ان اللعيبه مش في مستواها. الاهلي محتاج مدير فني عنده شخصيه، عنده اسم، عنده نجوميه وكاريزما كده، كاريزما النجم اللي يقدر يسيطر على كل النجوم اللي موجوده دي. واديك شفت امبارح لما مروان عطيه خد هو نجم الماتش، ياسر ابراهيم عمل ايه في لقطه ما كانش ليها اي لازمه. وانا ما اعرفش ليه لعيبه الكوره دماغها بقت صغيره للدرجه دي، لان انت في الاول وفي الاخر هو جايزه رجل المباراه، هي مش حاجه اللي هي هتحييك او حاجه الناس بتفضل فاكراها يعني. فاديك شفت نفسيات لعيبه الاهلي بينهم وبين بعض عامله ازاي. فعشان كده الاهلي محتاج مدير فني زي كارلوس كيروش كده، يخلي اللعيبه تحس دايما ان هي قليله. فلما اللعيبه هتحس ان هي قليله هتلاقي كل اللعيبه بتديلك. من الدقيقه 30 بدا بقى لعيبه الاهلي برضو تدخل في احداث المباراه، بدات هي اللي تمسك كوره. ما فيش خطوره، بس بدات لعيبه الاهلي يبقى شكلها في الملعب افضل بكتير من اول نص ساعه من احداث المباراه، باستثناء بس اليو ديانج اللي بيقدم اسوأ مستوى ليه مع الاهلي من وقت ما جه الاهلي في 2022 او 2021 او وقت موسيماني. اليو ديانج بيقدم اسوأ مستوياته مع الاهلي، بس بدات لعيبه الاهلي تمسك هي الكوره. وطبعا افضل لعيب الاهلي في الناحيه الهجوميه واكثر اللعيبه تحركا كان هو حسين الشحات، وزي ما بقول لك الاسوأ عموما في الاهلي كان هو اليو ديانج. والكابتن عماد النحاس برضه بيصمم ان هو يلعب بدفاع متقدم وضغط عالي، وده عكس حاله لعيبه الاهلي البدنيه اللي باين لكل الناس ان الاهلي بدنيا مش في افضل شيء ولا في افضل احواله. وكمان انت بتلعب في الشمس، درجه حراره مش عاليه قوي ولكنها مرتفعه نوعا ما، فده كمان بيقلل طبيعي اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه. ومع كده الكابتن عماد النحاس بيصمم ان هو يلعب ضغط عالي ودفاع متقدم، وده اللي خلى
الاهلي يتراجع في اوقات كتير من احداث المباراه، واللي خلى كمان الحرس في الشوط الثاني كان ممكن ان هو يتقدم ويصعب المهمه تماما على الكابتن عماد النحاس او على فرقه الاهلي. ودي حاجه الكابتن عماد النحاس لازم يبقى عارف امتى يلعب ضغط عالي، امتى يلعب امتى يرجع بالضغط او يرجع بالدفاع. لان انت اساس الضغط العالي ان انت لازم يبقى معاك لعيبه عندها قوه تحمل وقوه بدنيه تساعدك ال 90 دقيقه، زي ما مثلا يورجن كلوب لما كان بيلعبها بصلاح وماني وفيرمينيو والجيل التاريخي لليفربول، لان هو اللعيبه كلها كانت لياقتها البدنيه اعلى من بعض. او يورجن كلوب عمل الفرقه دي اهم حاجه كانت عنده اللياقه البدنيه بتاعت اللعيب اكتر من المهاره كمان. فانت يا كابتن عماد انت الفرقه بتاعتك حاليا مش بتظهر بالشكل الجيد او مش بالشكل اللي هو الناس مستنياه من لعيبه الاهلي، ومع كده مصمم على الضغط العالي اللي بيخلي كل الفرق تدخل قصادك في اجواء الماتش. بنوصل خلاص للدقيقه 45 والاهلي ماسك الكوره بس ما فيش هجمات تذكر، ما فيش خطوره تذكر. الحكم احمد نادي بيحسب 5 دقائق وقت بدل ضايع. اول دقيقه في الخمس دقائق طاهر بيغير الملعب بشكل ولا اروع ولا اجمل لمصطفى العش اللي بيدخل بالكوره يعني كانه باك شمال او كان ده مكانه. وعشان كده كنت بقول لك انت بتحرق احمد حسن كوكا في الحته الشمال، لان احمد حسن كوكا لو كان مصطفى العش ما كانش خد ضربه الجزاء. العش بيستغل خطا لعيب حرس الحدود اللي بيوقعه في منطقه الجزاء عشان يحصل على ضربه جزاء، بيدخل محمود حسن تريزيجيه وبيسجل تاني اهداف الاهلي في المباراه عشان تبقى النتيجه 2-1 للاهلي على حرس الحدود. وبعدها بيروح تريزيجيه والاحتفال اللي بقى معتاد ما بين تريزيجيه وجمهور الاهلي بعد الصلح. بعد كده لعيبه الاهلي بالخبره طبعا بتقدر انها تقتل الكام دقيقه اللي ناقصه في الشوط وتمشيها زي ما هي عايزه تماما لحد ما بيصفر محمود نادي حكم المباراه عشان ينهي احداث الشوط الاول بتقدم الاهلي على حرس الحدود 2-1. بندخل احداث الشوط الثاني ومفيش اي تغييرات هنا او هنا، بس واضح جدا لكل الناس ان لعيبه حرس الحدود هي اللي عندها حميه وهي اللي عايزه تسجل جول. لعيبه الاهلي نازله من بدايه الشوط الثاني مش موجوده خالص في ارض الملعب. لعيبه حرس الحدود هي اللي ماسكه الكوره، هي اللي بتقدر تقطع الكوره وتبني الهجمه لحد ما فعلا بنوصل للدقيقه 52 او 53 بتيجي كورنر لحرس الحدود، بيترفع الكورنر من محمد مجلي، بيدخل اسلام ابو سليمه يسجل جول التعادل لحرس الحدود. ومصطفى شوبير علامات تعجب كتير قوي على ادائه الموسم ده في كل الماتشات اللي لعبها. مصطفى شوبير تحركاته تحت الجول او تحت الشبكه فيها مشاكل كتير جدا، خصوصا ان هو مش طويل القامه، فده كمان بيأثر عليه. لان مثلا جول حرس الحدود امبارح لو هو كان متمركز صح في المرمى او واقف في نص المرمى كان ممكن يمسك الكره بسهوله، لكن هو كان واقف شمال شويه، فده خلى الكره اصلا يعني بعيده قوي عنه، لان هو زي ما بقول لك كمان هو مش طويل. ففي علامات تعجب كتير على مستوى مصطفى شوبير، في علامات تعجب كتير على دفاع الاهلي من العمق، لان الاهلي السنه دي مثلا انت في ماتش مودرن سبورت لما يدخل فيك جولين كان فيهم برده جول من كورنر وجول جه من العمق بتاع حسام حسن. ماتش بيراميدز دخل فيك الجولين جم من العمق، خصوصا الجول الثاني بتاع وليد الكارتي. في ماتش انبي دخل فيك جول ضربه الجزاء اللي تسبب فيها اليو ديانج كانت من العمق. امبارح في ماتش حرس الحدود بيدخل فيك الجولين من العمق. ففي علامات تعجب كتير في اي اتنين بيلعبوا في دفاع الاهلي، سواء اشرف داري، بيكهام، ياسر ابراهيم، او مصطفى العش او ياسين مرعي. في مشكله في عمق الاهلي، وده لان الاهلي بيفتقد ان هو يلعب دفاع منظومه. الاهلي بيلعب دفاع اعتماده على جوده الافراد. عشان كده الناس دايما بتنتقد ان انت بصيت بس للجانب الهجومي فضلت تدعم هجوميا ونسيت الدفاع خالص، سواء باك يمين او قلوب دفاع او باك شمال. فالاهلي فيه مشكله في عمق الدفاع، وهيعاني الاهلي كتير في ماتش الزمالك مع مهاجم زي عدي الدباغ. وحتى بعد جول حرس الحدود تحس ان مفيش اي رده فعل من لعيبه الاهلي، ما تحسش ان لعيبه الاهلي عندها الحميه انها عايزه تجيب الجول، لا بالعكس تحس ان لعيبه حرس الحدود هي اللي بقت منظمه اكتر في الملعب، هي اللي عايزه تسجل مش لعيبه الاهلي خالص. تحس ان لعيبه حرس الحدود حتى في الملعب اكتر من لعيبه الاهلي، لحد ما بتيجي الدقيقه 62 بينزل محمد شريف وبينزل اشرف بن شرقي عشان يخرج حسين الشحات وطاهر محمد طاهر في الاهلي. ومن هنا من التغييرين دول برضو بدات لعيبه الاهلي تدخل من تاني في احداث المباراه، وبدا الحرس يتراجع شويه عشان في الدقيقه 63 نشوف اول هجمات الاهلي في 1-2 بيتلعب من محمد شريف ومحمد هاني اللي بيرفعها هاني قويه على الارض ولكن بيمسكها محمود الزنفولي. في الدقيقه 64 الكابتن احمد زهران المدير الفني المؤقت في غياب الكابتن عبد الحميد بسيوني طبعا في الماتش بيقرر ان هو عايز يقفل الملعب ويلعب على التحولات او الهجمات المرتده بلعيب سريع، فبينزل محمود سيد اوكا اللي فتح شوارع على جبهه محمد هاني وكان هيسجل جول ويمكن كمان جولين، وبينزل ايزي امكا عشان يقفل له حته خط النص دي بدلا من احمد الشيخ وعمر سافيولا. وفعلا
التحولات او الخطه اللي كان عايز يعملها الكابتن احمد زهران كانت هتجيب نتيجه. شفنا فراغات وشوارع في دفاع الاهلي، شفنا محمود سيد اوكا اللاعب السريع المهاري جدا وهو فاتح شوارع على جبهه محمد هاني، وكان هيسجل الثالث لولا تالق مصطفى شوبير، وبعدها برده بيرقص محمد هاني وبيشوط واحده بس بتيجي فوق العارضه. والكابتن احمد زهران لحد دلوقتي ممشي الماتش زي ما هو عايز، ومقسم الماتش اجزاء، كل جزء ماشي بالنفس اللي هو عايزه. وطبعا لما لعيبه حرس الحدود لقت نفسها بيجي فيها جول في الدقيقه الثالثه بس بتتعادل في الدقيقه الثامنه، وبيجي فيها جول في اخر احداث الشوط الاول بس بتتعادل في اول احداث الشوط الثاني، ثقتها في نفسها طبعا زادت زي اي بني ادم في الدنيا لما يحس ان هو بعيد عن الحاجه وبيقرب لها، فثقته في نفسه تزيد، وحسوا ان هم لا احنا ممكن نكسب كمان، مش بس ان احنا نتعادل. وفي المقابل غياب تام من لعيبه الاهلي اللي موجوده في الملعب، لعيبه الاهلي مش حاسه ان هي متعادله، لعيبه الاهلي منتهيه بدنيا زي كل ماتش ما هي بتنتهي بدنيا من الدقيقه 60. تريزيجيه مش موجود خالص باستثناء ضربه الجزاء لحد ما بنوصل لحد الدقيقه 70. زي ما بقول لك الكره مع لعيبه الاهلي الاستحواذ مع الاهلي بس بدون اي خطوره تذكر، ويمكن الخطوره الاكثر موجوده من لعيبه حرس الحدود. وفي الملعب شكل لعيبه حرس الحدود كمان هو افضل، وشكله للعين في الملعب مريح اكتر من لعيبه الاهلي، لحد ما بينزل في الدقيقه 70 عمر كمال وبيخرج جراديشار، وزي ما بقول لك على كره محمود سيد اوكا اللي بيجي له انفراد وثرو ولا اجمل من محمد مجلي بيحط انفراد، ولكن بيتالق مصطفى شوبير، وبعدها بدقيقه على طول اوكا يرقص هاني ويشوط واحده بس بتيجي فوق العارضه. اللعيب اللي نزله الكابتن احمد زهران عشان دي وعشان التحولات دي. بص انا كل ده بقول لك انت وصلت معايا اهو للدقيقه 70، انت لحد الدقيقه 70 يعني فات من عمر الشوط الثاني 25 دقيقه. الاهلي ما عملش غير كره محمد هاني اللي انا بقول لك كانت سهله في ايد الزنفولي، وما عملش اي شيء ثاني، بالعكس حرس الحدود اللي سجل جول وضيع بدل الكره 2 كالعاده. وزي كل ماتش اتعودنا خلاص هبوط حاله بدنيه لكل لاعبي الاهلي لحد الدقيقه 75 ما بتيجي بينزل الاثنين اللي هيغيروا من شكل الماتش في اخر ربع ساعه، احمد عبد القادر الغايب من اول الموسم والغايب في كاس العالم للانديه، واحمد رضا اللي ما لعبش من اول الموسم غير تقريبا ماتش واحد نزلوا كبديل، بينزلوا عشان يغيروا من شكل الماتش تماما ومن شكل الاهلي تماما. بينزلوا وبيخرج مصطفى العش واليو ديانج، بيتغير بقى شكل الماتش تماما وبيتغير شكل الملعب تماما بنزول اتنين بيعرفوا يقفوا على كورتهم، اتنين عندهم ثقه في امكانياتهم، وده باين من خروج الكره من تحت رجليهم سواء احمد عبد القادر او احمد رضا اللي بينقلوا الماتش تماما وبيخلوا الكوره مع لعيبه الاهلي تقريبا لحد ما هنخلص الماتش. ده اللي حصل بالظبط في الدقيقه 78. احمد رضا بياخد كره من بن شرقي وبكوره يعني بص بكل معلمه يبين لك قد ايه ده لعيب كبير، وحظه للاسف السيء ان هو في مكانه موجود في الاهلي محمد علي بن رمضان وامام عاشور، فصعب قوي ان هو ياخد مكان اساسي في الفريق. فعشان كده انت هتشوف احمد رضا على مدار الموسم بس على فترات ويمكن فترات قليله قوي بيلعب واحده بيضرب بيها كل فرقه حرس الحدود بثرو واحد وباصه واحده لمحمود حسن تريزيجيه. ممكن اي لعيب غير احمد رضا كان فكر في التصويب، كان فكر ان هو يلعبها ار2، كان فكر انه ينقل الملعب لمحمد هاني ناحيه اليمين، لكن لا ده ضرب الملعب فاجئ الكل، فاجئ المشاهدين بباص يضرب بيه الكل، يلعبها لتريزيجيه اللي بيشوطها بتيجي في العارضه وتخبط في بطن ياسر ابراهيم وتدخل جول. بتقدر كده بالخبره لعيبه الاهلي بقى زي ما عملت في ماتش سيراميكا او زي ما عملت في الشوط الاول انها تمشي الماتش بقى زي ما هي عايزه، تهدي رتم الماتش خالص، تقدر ان هي تاخد فاولات، تقدر ان هي تدور الكره على الارض بينهم وبين بعض بس بحيث ان هم يقتلوا فرقه حرس الحدود نفسيا خالص لحد ما بنوصل للدقيقه 90. عايز اقول لك ان ياسر ابراهيم من اللعيبه القليله اللي بتلعب دلوقتي في تشكيله الاهلي اللي بتلعب بروحهم وبقلبهم بعيدا يعني عن امكانياتهم، لان سكواد الاهلي كله لعيبه كلها عندها امكانيات وامكانيات كبيره جدا. بس انا بكلمك ياسر ابراهيم من القليلين اللي بيلعب دلوقتي بقلبه وروحه بجانب امكانياته، بس لولا اللي هيتاخد عليه اللقطه اللي عملها لما مروان عطيه خد هو جايزه رجل المباراه، لان في الاول وفي الاخر زي ما بقول لك هي رجل المباراه حاجه مش مهمه ما بتفرقش مع حد ولا حتى مع الجمهور، اهم حاجه راي الجمهور فيك وراي المحللين وراي النقاد، فحاجه ملهاش لازمه. ولكن بعيدا عن ده فزي ما بقول لك ممكن اكتر حد بيلعب في تشكيله الاهلي حاليا بقلبه وروحه بعيدا عن امكانياته هو ياسر ابراهيم. بن شرقي اللي تايه اللي مش موجود اللي 85 بيضيع واحده بيديها له احمد عبد القادر، يعني بيقول له خد سجل جول يا بن شرقي، ولكن بيضيعها بن شرقي زي ما ضيع في ماتش سيراميكا واحده في الدقيقه 72 والجول فاضي. بن شرقي تايه تماما، ولو تعثر الاهلي في ماتش الزمالك الجاي انا بقول لك اول ما طالب جمهور الاهلي الناس تمشي في يناير هيبقى اشرف بن شرقي من غير ما تفكر. يعني احمد عبد القادر في ربع ساعه وهو ما بيلعبش من اول الموسم، ما لعبش في كاس العالم للانديه ولسه حتى داخل اللي هو يتدرب مع الفرقه مؤخرا بعد ما جه عماد النحاس،
قدم اداء في الشويه دول بكل دقائق لعب بن شرقي من اول الموسم، عمل خطوره بكل دقائق لعب بن شرقي من اول الموسم. شوف مهاره احمد عبد القادر، شوف احمد عبد القادر بيقف على كورته ازاي، وانت مستخسر تدفع لاحمد عبد القادر الفلوس اللي طالبها للتجديد، لكن ما عندكش مانع تدفع دولارات في اشرف بن شرقي اللي داخل في سنه معاك ما سجلش غير 3 اجوال. حرس الحدود في الدقيقه 86 بيعمل تغيير بنزول مهاب ياسر وخروج محمد مجلي. نفس كلام بن شرقي في الدقيقه 88 محمد شريف تريزيجيه بيديله واحده متقشره بيقول له خد هات جول، بس محمد شريف بيرفض ان هو يسجل جول. وقلت لك رايي في ماتشات كتير فاتت لمحمد شريف، رايي في اداء محمد شريف في الملعب، وان هو حاسس ان هو اقل من كل اللعيبه اللي حواليه، بحس ان هو مكسوف اصلا يطلب الكوره. هو اهم حاجه ان انا رجعت ولبست التيشيرت الاهلي. بعد الهجمه دي بيخرج احسن لعيبه حرس الحدود امبارح محمد النجيلي عشان ينزل اسماعيل اشرف، بيحسب برده محمود نادي 5 دقايق وقت بدل ضايع، الاهلي ضيع فيهم ما لا يقل عن 3 فرص محققه للتسجيل. لعيبه الاهلي بدنيا كانت افضل بكتير، بقول لك احلى 5 دقايق هجوميه قدمها لعيبه الاهلي منذ بدايه الموسم، والسبب في ده يرجع بس لتغيير عبد القادر واحمد رضا. وبس كده بيضيع لعيبه الاهلي اكتر من فرصه في اخر 5 دقائق من عمر المباراه عشان يصفر الحكم محمود نادي وينهي المباراه في الجوله الثامنه ما بين الاهلي وحرس الحدود بفوز الاهلي 3-2 امام حرس الحدود. بالفوز ده بيوصل رصيد الاهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع، ويقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقط في المركز ال 15. طبعا الجولة الجاية الجولة التاسعة في مباراة القمة، الأهلي عنده الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8، وحرس الحدود يوم السبت هيلاعب زد. بس كده دي كانت كل حاجه تخص مباراه الاهلي وحرس الحدود. اخدك بقى معايا في تقييم اللعيبه. مصطفى شوبير زي ما بقول لك علامات تعجب كتير على مستواه، وقوفه تحت الشبكه غلط هو السبب في الجول الثاني. انا شايفها كوره سهله لو كان هو واقف تحت المرمى صح، وحتى الجول الاول لو توقع الكوره صح بدري وخرج بدري كان ممكن ان هو يضايق محمد حمدي زكي وما يساعدوش ان هو يسجلها. مصطفى شوبير 1 من 10. محمد هاني السبب طبعا في جول اتسبب في جول حرس الحدود الاول امبارح، ما عملش الاوفرات كتير زي ما شكرنا فيه في ماتش انبي. محمد هاني امبارح 3 من 10. مصطفى العيش عمل واحده ولا كانه مولود كباك شمال مش كقلب دفاع، ولكن في علامات تعجب كتير على مستوى الدفاع، وان حرس الحدود كان بيبني هجمات كتير من الناحيه اللي هو موجود فيها. 3 من 10 مصطفى العيش. ياسر ابراهيم بقول لك اللعيب الوحيد اللي تحسه بيلعب بروحه وقلبه بعيدا عن امكانياته جوه تيشيرت الاهلي حاليا، او من اللعيبه القليله مش اللعيب الوحيد. 4 من 10 لان انت برضو انت سجلت جول، ولكن انت جه في الجولين جايين من العمر. الاهلي تم اختراقه كتير امبارح، وكان ممكن حرس الحدود يسجل الثالث كمان. ياسين مرعي لحد دلوقتي ما قدمش اي شيء ممكن جمهور الاهلي ان هو يفتكر له. ياسين مرعي محتاج شغل على نفسه كتير عشان يقدر يثبت نفسه كمدافع اساسي في تشكيله الاهلي. 2 من 10 ياسين مرعي. اليو ديانج اسوأ مستوى ليه منذ قدومه الى النادي الاهلي في 2021. 2 من 10. اي لعيب بيقدر، اي فرقه دلوقتي عارفه تمسك على النادي الاهلي خط النص. اليو ديانج سرحان وتوهان وكل تفكيره في تجديد العقد. مروان عطيه تطور ماتش عن ماتش في الناحيه الهجوميه، عجبني ان انت بقيت بتتجرأ وبتشوط. مروان عطيه 6 من 10. هنيجي للناحيه الهجوميه. طاهر محمد طاهر في ماتش سيراميكا ما كانش ليك اي وجود امبارح، بتصنع جول جميل بدماغك لجراديشار وبتشوط واحده لو كانت جت كانت هتبقى احلى اهداف الموسم. بتغير الملعب لمصطفى العيش اللي بيتسبب بعد كده في ضربه جزاء للاهلي. يعني كنت افضل بكتير من ماتش سيراميكا. 5 من 10 طاهر. حسين الشحات افضل لاعبي الاهلي في الناحيه الهجوميه لحد ما خرج، واللي هو كمان يعني انا كلمتك عن احمد عبد القادر، بس حسين الشحات كمان بيثبت ماتش عن ماتش في الماتشين اللي لعبهم سواء في ماتش سيراميكا او في ماتش حرس الحدود ان هو كمان وجوده افضل من وجود بن شرقي في الناحيه دي. حسين الشحات 6 من 10. تريزيجيه ما ظهرش امبارح غير في ضربه الجزاء، وبرده في الشوطه اللي شاطها وجت في العارضه، ولكن تحس ان تريزيجيه قائد لفرقه الاهلي بصراحه. تحس ان الشاره لايقه على محمود حسن تريزيجيه هديله 5 من 10. جراديشار هدف عالمي على الطاير بيجيبه في الدقيقه الثالثه، بعد كده اختفاء تام لحد ما خرج في الدقيقه 70 ونزل مكانه عمر كمال عبد الواحد، ولكن على الجول 6 من 10 لانه جول جميل جدا بصراحه. خلينا عند عمر كمال عبد الواحد، نزل ما ظهرش، وانا قلت لك في حلقه من الحلقات انا بشوف ان في التاريخ الحديث للاهلي واحده هتبقى من اسوأ 3 صفقات في التاريخ الحديث هو عمر كمال عبد الواحد. وكمان يعني ضيع على الاهلي حاجات في البطولات زي مثلا ضربه الجزاء اللي ضيعها في ماتش باتشوكا. عمر كمال عبد الواحد ما ظهرش وانا ما شفتوش، وهو اصلا انا افتكرت بالصدفه ان هو لعب. 2 من 10. اشرف بن شرقي يعني الناس هي اللي تحكم والناس هي اللي تشوف. اشرف بن شرقي
مش ده اشرف بن شرقي خالص. اشرف بن شرقي تحس ان هو حتى بدا يكبر. اشرف بن شرقي لو تعثر الاهلي في ماتش الزمالك هيبقى اول مطالب جمهور الاهلي ان هو يمشي، هيبقى اشرف بن شرقي 1 من 10. محمد شريف هتفضل لحد امتى مكسوف؟ هل عودتك هتبقى في ماتش الزمالك وانت دايما حظك حلو على الزمالك؟ الله اعلم، هنشوف يوم الاثنين. ولكن محمد شريف صفقه هي كمان عليها علامات تعجب كتير، لان انت جاي تعوضه بواحد يعني هو كواليتي ممكن ما تدخلش النادي الاهلي تاني لمده سنين كتير، او عشان تدخل انت هتخسر فلوس كتير على ما تلاقي حد زي اسامه ابو علي. محمد شريف بتضيع فرصتين محققين امبارح. 2 من 10. احمد عبد القادر حرام موهبه زي دي تبقى لحد دلوقتي ما خدتش حظها ومساحتها في الملاعب. موهبه كبيره جدا، نزل غير من شكل الاهلي نهائيا هجوميا، نزل نقل الملعب بعد ما كانت لعيبه حرس الحدود هي اللي ماسكه الكوره. لا، احمد عبد القادر لما نزل هو واحمد رضا نقلوا الكوره، وهم اللي نقلوا اللعب بقى مع لعيبه الاهلي مش مع لعيبه حرس الحدود. احمد عبد القادر يا جماعه لعيب كبير جدا 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 جدا. احمد عبد القادر على الشويه اللي لعبهم ربع ساعه لعبهم مع 5 دقائق وقت بدل يعني 20 دقيقه كانوا افضل من اداء بن شرقي منذ بدايه الموسم. احمد عبد القادر 6 من 10. احمد رضا لعيب كبير قوي، حظه سيء ان في مكانه في امام عاشور وبن رمضان، عشان كده صعب نشوفه موجود بشكل اساسي. هنشوفه على فترات. لعيب كبير قوي، الباصه اللي ضرب بيها دفاع حرس الحدود امبارح دي ما تجيش غير من لعيب عنده ثقه كبيره قوي في امكانياته. احمد رضا لعيب هيفيد الاهلي لو الاهلي قدر يستغل لعيب زي ده مش الشكل الافضل لموهبته. 6 من 10. بس كده، ده كانت كل ما يخص مباراة الأهلي وحرس الحدود. الكابتن عماد النحاس لو لعب الزمالك بالضغط العالي وعدي الدباغ كان في يومه، لأن عدي الدباغ في ضغطه العالي على الدفاع قوي جدا، فدفاع الزمالك المتقدم هو كمان بيبدأ من عنده عدي الدباغ. كابتن عماد النحاس لو لعب الزمالك ضغط عالي واللياقة البدنية بتاعت لعيبة الأهلي ما عليتش في الماتش ده، لان لعيبه الزمالك وهاجي لك في ماتش الزمالك والجون، وانا عارف ان جمهور الزمالك زعلان بعد التعادل، ولكن هاجي لك الزمالك بدنيا اقوى من الاهلي، لازم تبقى الناس عارفه ده. فلو الكابتن عماد النحاس صمم على الضغط العالي واستحاله البدنيه لعيبه الاهلي دي، الكابتن عماد النحاس لو صمم على انه يلعب دفاع متقدم وكان عودي الدباغ في يومه مش هيبقى افضل شيء منتظره الكابتن عماد النحاس. ولما هاجي احلل لك ماتش ما قبل مباراه الزمالك والاهلي هكلمك اكتر في الموضوع ده. كنت معاكم انا خالد، يا رب الحلقه تبقى عجبتكم ويا رب انا كنت ابقى ضيف خفيف عليكم. بس كده، لو عجبتك الحلقه ما تنساش لايك سبسكرايب وشير، واستناني في ماتش الزمالك والجونه.